أهلًا بيكم في الحكاية بالبلدي. النهارده هنتكلم على trend حصل اليومين اللي فاتوا دول لازم كنا نتكلم عنه. الفنانة ميرفت أمين. الفنانة ميرفت أمين عندها 76 سنة، تزوجت 8 مرات، آخرهم رجل أعمال. آآ دي الزيجة التاسعة ليها، اسمه كامل علبة. كامل علبة ده ليه قصة. هو كان من رجال الأعمال بتوعة القروض. والقضية بتاعتهم اتعرفت باسم قضية نواب القروض، لأنه هو كان عضو في مجلس الشعب. فخدوا قروض من 3، 4 بنوك تقريبًا كده، وكانوا هربوا من مصر سنة 2010. المهم اللي هو سوى أوضاعه ورجع مصر وشركاته اشتغلت تاني ومصانعه. هو بيشتغل في مجال المقاولات. وبالصدفة هو مُقيم في فيلا جار الفنانة ميرفت أمين. والسائق عند الفنانة ميرفت أمين هي طردته، فاشتغل في الفيلا اللي جنب منها عند رجل أعمال كامل علبة. فميرفت أمين لمّا شافت السواق بعد ما طردته كل يوم ييجي الفيلا اللي جنب منها، فراحت سألت عرفت إن هو اشتغل في الفيلا ديّة. فدخلت لصاحب الفيلا اللي هو كامل وقابلته، وحصل حوار بينهم، فابتدى إن هم يتعرّفوا على بعض، وهنا ابتدت القصة اللي هو التعارف على بعض من الطرفين. والمفاجأة إن كامل علبة هو أصغر من الفنانة ميرفت أمين ب20 سَنة. يعني هي تقريبًا 76 سَنة السنة دي، هو تقريبًا 56 سَنة أو 58 سَنة. عمومًا دي كان أمر غريب، وده كان trend، والtrend ده لازم كنا نتكلم عنه، بتاع الفنانة ميرفت أمين. ميرفت أمين اتجوزت 8 مرات قبل كامل علبة. الزيجة الأولى ليها من المطرب السوري موفق بهجت، وكان اتمسك في قضية مخدرات في لبنان. جات بعد كده اتجوزت من فارس من فرسان نادي هليوبلس تقريبًا. جات بعد كده الزيجة التالتة كان من عازف الجيتار عمر خورشيد. وابتدى قصة حب بينهم كبيرة يعني، بس هم اتطلقوا بسبب هي قالت إن عمر خورشيد كان عرف ملكة جمال الكون، وإن هو حبّها.